خبر طيب ان في تحركات واضحه من الحكومه تجاه المزورين سواء كويتيين او وافدين. صحيح. فالخبر يعني مفرح ولكن بنفس الوقت مؤلم، يعني عندما تتحدث الحكومه ابعاد الوافدين، وهذا شيء زين حق المخالف والمستهتر. نعم. واللي يزور الاجازات واللي يشتغل بمكان مو مكانه، زين. يعني إقامته على شخص ويشتغل بشركه وهذا يا كثرهم. بس لو طبقت الحكومه هذه القاعده وسفرت كل متجاوز ما راح يبقى احد بالصناعيه ولا راح يبقى احد. كثير من العماله يعني يشتغلون وهم مو على شركاتهم او مو على محلاتهم اصلا. ولذلك يعني انا من مده كنت في سوق الحمام. زين. مريت ولا في دوريه تفتيش. طيب الحمام بمبارك؟ لا انا سوق الحمام. سوق الحمام رايح اخذ اكل. زين. اكل حق الحيوانات. نعم. اي طيور. فشفت الدوريه عملت كبسه على الموجودين بالمحلات، كل العماله الوافده تقريبا طلعوا برا انحاشوا، مو على تبي السوق فاضي. الفاضي. أيه. يعني اللي يبي يبوق، اللي ما عنده مشكله بس يبي ينقذ نفسه. فاللي بقوله يعني شيء زين انك تلاحق، ولكن هناك مشكله اكبر. يعني الداخليه مثلا تمسك وتسفر، في جانب اخر في ناس تتاجر وتجيب العماله وتقطهم بالشارع. طيب انت ما سويت، انت سكر باب وافتح باب، افتح باب معاقبه المختلس المزور عاقب. بس الداخليه بروحها ما تقدر تسوي شيء، لازم يعني التجاره معاها. جهات الحكوميه. الجهات الحكوميه. يعني انت ما يصير تتركها عبث وبعدين تقول الداخليه. صح الداخليه مساءله، ولكن انت متسبب كتجاره، انت كبلديه القطاعات المختلفه لا زالوا عندنا تجار اقامات. طيب اذا ما مسكناهم راح تستمر المشكله، والضحايا ترى هالمساكين. والله الوافدين هذا اللي يبي لقمه عيش يسوي؟ يشتغل مهنه اخرى، يشتغل مهنه يبي يعيش، مهنتين مع بعض. فلا نكون احنا ككويتيين متسببين في اذى الاخرين. هذا اللي اتمنى. يعني انت يعني تغنين الامر. نعم، يعني مخالفه نعم. يعني المتجاوز على القانون، ولكن في رؤيه اخرى انسانيه طبعا. وبنفس الوقت ان ضبط الموضوع التركيب السكاني والعمال الهامشيه. صحيح. يعني انا اخذها بصوره شموليه، ما اخذه بس والله امسك المزور سفره. طيب سفرته وهذا مخالف ويستحق التسفير اذا كان يستحق، لكن الجانب الثاني ليش ما تسمح الناس نفس الطريقه ان يروحوا يعني يزيد العدد بنفس كانك وترجع بعدين اللي سفرته انت بتجيب غيره ويقعد نفس الشيء يشتغل ويزور ويلعب. فهي مثل دوامه ما تنتهي. واضح. هني عندك ملايين الكمامات والاف البراميل المحلوله اللي استوردتها التجاره وانتهت صلاحيتها، يقول لك ملايين تم استيرادها يعني والله عليك الحساب. هذه تذكرني بالكمامات. هو يعني كرتون الكمام هو ملايين كمامات، يقول لك هو الخبر عن الكمامات. كورونا وصل 7 دنانير 7 ونص 8 الكرتون اللي الحين ينباع ب 350 فلس نص دينار. اي يعني معناتها يعني وين شنو هذا؟ الحكومه وين خاشها الكمامات هذه؟ ليش ما وزعتها يعني؟ مع ان ترى الحين يردون بين فتره وفتره كورونا رجعت كورونا رجعت. فهذا من التسيب. وبعدين المخازن يعني لها تواريخ، انت تخزنها عندك على اساس انه يكون مخزون استراتيجي كل واحد، بس هذه لها تواريخ. اذا انتهت انت قطيت ملايين الدنانير على الفاضي. فيجب مساءله من يعني خزن بطريقه خاطئه. ابو مبارك، انا الحقيقه ملاحظ ان موضوع التشجير وموضوع انك انت الشركات هذه الزراعيه اللي ما حد يراقبها انها تقوم بدورها، تبدا سيارات شفت انت كشخه وحاطين عليها زينه والسيارات هذه، وبعدين بعد فتره السيارات هذه تكون مغبره ويعني هو مسؤوليه هيئه الزراعه. يعني هي فبالتالي ودي تعليق عن الموضوع هذا. يعني هي الزراعه يفترض هي اللي تشرف على التشجير وعلى الشوارع وعلى تزيين البلد والمناطق. الواقع ان نشوف يعني مثل ما يقولون النخل موجود، ولكن كما يقولون الشجر يموت واقفا على قولتهم. نعم. فكثير من الاشجار اللي تزرع لا تسقى بالماء مع الاسف، تهمل. تلقى الخضره تطلع اول شيء زينه، بعد سنه سنتين تنام. ليش تنام؟ لان ما في متابعه. نفس الشيء بالنسبه للحشائش، شلون تصوفر بعد ما تكون اول شيء خضراء ويزينها. فهي يعني شغله يفترض ان الدوله يعني عندما تشجر ما تتركها بس هيئة الزراعة. هيئة الزراعة شو تلحق عليه؟ إمكانياتها بسيطة، إمكانياتها ضعيفة. لازم هناك يعني يكون هم قومي خلنا نقول لتشجير البلد، تخضير البلد. نشجع المواطنين حتى اللي بالبر الحين نشجع نخليه يزرع له أشجار 2 3 خلال الشهر شهرين هذيلي. نعم. وعندي ربع فعلا يهتمون حتى هم بالبر يعني يزرع له سدرة،
يزرع له شغله يعني خاصه صدر ما صدر. اي صحيح. هذا يتحمل الجو الحار ويتحمل. فانك يعني نتمنى ان تلتفت الحكومه الى عمليه التشجير وتدعمها. أنا عندي خبر متكرر بأكثر من جريدة للغوامض النسبية، لا يمكن أن احنا يعني نفوت الخبر هذا. يقول لك اللجنة الداخلية والدفاع نفسها هي اللي رفضت، يقول لك إنه يكرس الغبالية، ويعني حتى رئيسه يشارك في الفرعيات. شوف يعني لا، هذه يجب أن تدرس وتأخذ وقتها من الدراسة، لأن يعني هذه الدراسة الأخيرة يعني فعلا كثير من النواب اعترضوا عليها. تكرس القبلية والطائفية والفئوية وما منها فائدة. يعني يوم طلعت كل المثالب يفترض بأن النواب نفسهم يعيدون النظر فيها دام أن اللجنة رفضتها. فيفترض أن تتم إعادة النظر بهذه القوائم ويتم دراستها على مهل، يعني ما يكون في استعجال. الجلسة التنسيقية هدفها أن لم شمل السلطتين. وجدت السلطة أن هناك خلافات كثيرة بالتوجهات، المشاريع اللي قاعد تطلع، بالقوانين والاقتراحات. فقالت احنا لازم نقعد ونلملم أوراقنا ونتفق على تصور، يعني حتى لو في تصور واحد مشترك، لكن أنا عندي وجهة نظر، نقعد مع بعض ونشوف، ما نخليها فوضى. يعني كثير من المطالبات يعني مو مركزة، يعني فوضوية خلينا نقول. مع الحكومة إذا صار تنسيق أخذ وعطاء ولا بد من التنازل. يعني إذا أنت قلت لا والله هذه مطالبي أنا، أي زيادة مثلا حتى القروض، إسقاط القروض، إذا أنت مسكت بكلمتك والحكومة ما راح نوصل نتيجة. لابد من وجود تنازلات ويكون تصور واحد مشترك، عشان مثل ما يقولون تعدي كل القوانين على خير. ابو مبارك، انت عارف ان يعني السياسه هي فن الممكن. في يقول لك عزم حكومي على التعاون مع المجلس واللجنه التنسيقيه تواصل تحديد الاولويات. طيب يتفقون على المتفقين عليه ويتركون المختلفين عليه بعد ما يخلصون القوانين اللي يعني الملحه على ما يقولون، واللي تؤدي يعني القوانين الشعبويه اللي ينتظرها المواطن. هذا صعب، هذا كلام نظري جميل، ولكن اذا انت تبي تجلس معاي لابد اني افرش كل اوراقي، كل اجنداتي. انت عندك تصور ان هذه لها اولويه، انا مثلا كحكومه اقول لا هذه لا مو اولويه، تصير الخلافات. اذا لا، انت حط كل اللي عندك وخلنا نتشاور ونقعد نقول شنو اللي يستاهل. حتى لو في شيء انا مو متفق معاك عليه نقعد ونفلفله ونقول شنو النقاط اللي متفق عليها من نفس البند. نعم. ونحط صح الاشياء المختلف عليها من نفس البند ونفس الاقتراح اني عاد يصير. لكن احنا ما نقدر نقول والله اذا مثلا ما في اتفاق على هذا الموضوع ناخره. طبعا النواب يعني الحين مثلا اسقاط القروض الحين اولويه عند النواب، لكن عند الحكومه مو اولويه. فشلون انا اخر هذا الشيء؟ لابد ان يطرح الحكومه ويكون هناك وجهات نظر متقاربه حتى يمر على خير. هني خبر يقول لك اول ما مشيت النهار يقول لك جلسه اختبار علاقه السلطتين. فعلا هذا تشوف ان يعني جلسه اختبار هذه؟ نعم، لان انا اشوف، وانا حتى كتبت عن الموضوع، ان انا اشوف ان هناك صدامات قادمه، والجلسه مهمه هذه التنسيقيه بين الطرفين، السلطتين التشريعيه والتنفيذيه. لان اذا ما صار تنسيق راح يصير صدام، بمعنى انا اتمسك برايي وانت برايك، اعطيك، يصير تصويت على مشروع قانون والحكومه ترده ويرجع مره ثانيه للمجلس، فندش متاهات. لازم تصور يعني مشترك بين الطرفين، وهذه الحكومات والمجالس الناجحه تتجه الى الاعمال التنسيقيه من اجل توحيد التصورات. يعني استقالات الوزراء والوكلاء هذه ماشيه، ما نقدر نسيطر على ونقول يا وزير لا تستقيل. اذا قدم استقالته او يبي يستقيل اذا خلاص، يعني هو شايف ان هذه امكانياته ما بيدش بصدام، خلاص يفترض الحكومه تشوف غيره عشان يمشي القطار، ما يتوقف عند وزير 2 3 4. وهذا ما حصل. كثير وكلاء وسمعنا عن استقالات قدم استقالاتهم، يعني يفترض ان خلاص الافضل هو اللي يمسك هذا المكان وتمشي السفينه. بس في معلومات ابو مبارك، خلينا نكون واقعيين يعني، وما يخفى ترى على الناس الحين، يعني المشاهد واعي جدا، يعني ما في احد خلال يعني عصر العولمه انه يفوته معلومه. خلينا نكون صرحاء يعني. وانت كاتب، انا شفت اكثر من مقاله اللي كتاب يعني معروفين قاعد يلمحون، وحتى قالها عادل الدمخي، قال احنا ما نبي تغيير الولاءات، يعني تغيير الولاءات وليس الكفاءات. يعني المفروض التغيير ليس الولاءات لكن للكفاءات. وبالتالي في هناك من ألمح أن يأتي اتصال إلى هذا المسؤول يقول له قدم استقالتك، وليس هو اللي قدم استقالتك. لا شوف، إذا كان هناك وزير
او وكيل او سمى ما شئت قدم استقالته لان واحد هدده او واحد دق عليه، هذا الوزير انا بتصوري لا يستحق ان يمسك وزارته. نعم. يفترض انه عنده قرار ويرد على النائب ويقول له استريح، ويقول له قدم استجواب انا بس قدم استجواب. انا واثق من نفسي نعم. ومن اللي مسويه. اذا المواجهه يفترض الوزير يواجه، لكن والله لان لقى تهديد من كذا نائب وقال انا منسحب، معناته ما عنده مواجهه ولا يقدر يعني يتصادم مع النواب الاصطدام الديمقراطي خلينا نسميه، وانسحب. وهذا شيء راجع له، اذا انسحب. ولكن من المعيب جدا ان الوزير يعني اذا كلمه واحد او اثنين او سمع تهديد واستجواب انا اقدم استقالتي، ما سوينا شيء. يفترض انه يواجه. سبق ان كانت هناك اشاعات، فمن وراء الاشاعات هذه وشنو الهدف من اطلاق هذه الاشاعات؟ شوف، في اشاعات صحيحه تلاحظ تطلع اشاعه بس بالنهايه يقدم الشخص استقالته، وفي اشاعات مدفوعه. أيوة. وراها ناس. اي نعم. انا هذه نوقف عند هذا. انا بمسك وزير ابي اطيره. طبعا هذا مدفوع على مسؤوليتك اول شيء. ما لي شغل انا بالله، بس فسرها هذا. بس بجرك هناك لا تطلبوني بقول ترى المذيع هو اللي سالني، انا ما لي شغل. انت شخصيا تبي ما تتكلم فيه ما تتكلم، بس انت تقول مدفوعه. يعني انت الحين في توجه معين نبي نطير وزير، حرك عليه اشاعه انه قدم استقالته، انه ما يبي يستمر، انه هروب، اي شيء. يصير ضغط على هذا الوزير ان اشاعه يطلع ينفي، ترد مره ثانيه بعد فتره الاشاعه. هذا اسلوب ضغط من بعض الوسائل الإعلامية إذا أرادت أن تمرر مشروع معين، إذا كانت لها أجندات. وفي وسائل إعلامية لها أجندات. معقول الوزير هذا أنه يتأثر بالإشاعات؟ يعني هو عارف مفروض يصير ضغط عليه. لا، الضغط نفسي عليه. إذا واثق من نفسه يستمر، إذا مو واثق أكبر من الضغط النفسي. يعني شنو هالوزير هذا يتأثر بالضغط النفسي من وسائل التواصل؟ هذا اللي أنا يعني الحين أنت لما مثلا أنا وياك الحين تضغطني وأضغطك ولا وسائل التواصل يقول كل برنامج وكذا ما أرد عليهم. الواثق من نفسه لا تقول لا تخاف. قبل شوي كنا نقول الوزير اللي يخاف النائب يقول له استقيل أو بستجوبك ويطلع، هذا ما تسميه وزير. يفترض أنه ما يقعد بوزارته، ما يمسك الحقيبة. نعم. يفترض أنه يواجه. لكن إشاعة تهزني وتخوفني أو تخليني أقدم استقالتي فعلا وأنا مو ناوي، يعني ما يصير وزير أو وكيل أو سمى ما شئت شخصيته تكون ضعيفة. يفترض قوية ويواجه، هذا ما نطلبه. جزء من الضغط تصريح هذا الدمخي لما قال إنه قاعد نشوف التقييد للولاءات وليس الكفاءات. يعني هو نعم، هو القصد إنه يا حكومة ترى ما نبي الولاءات، تعبنا منها، نبي الكفاءات. زين. يعني ما تعين لشخص موالي لي او يمر الديوانيه حطه وزير او وكيل او حتى رئيس قسم، لا، على الكفاءه. ما يصير وزراء بالبرشوت يمسكون مناصبهم. ليش؟ لانه والله مقرب من فلان او يسلم على الوزير وكذا ويقعد هذه الحاله موجوده حاليا بالحكومه الحاليه. موجوده حاليا لحد الان. لا موجوده، ولكن هي نسب. يعني هذه انا اشوفها افضل الحكومات من الحكومات السابقه. زين. الحكومه الحاليه. ولكن ما نقدر نقول ان هذه الحكومه خاليه من الشباب، لا، فيها شباب. اكيد. ما هذه حال السياسه، فيها شباب لكن انت تبي يعني خلاص كل الحقائب الوزاريه كلها مصوقره مثل ما يقولون ما عليها، لا، في علامه استفهام على بعض الوزارات. موضوع الاموال المنهوبه يا مبارك اخذ له حيز الحقي في المجلس السابق 2020، وكان هناك من تبنى هذا الموضوع وقال احنا راح نكون يعني هم راح يكون الاموال المنهوبه. الحين في على ارض الواقع يقول لك هني خبر استرداد 100 مليون دولار من البحرين تنفيذا لحكم ضد الرجعان. يعني اكثر من جهه، حتى هنا يقول لك مكتب محاماه عالمي لاسترداد وديعتي التامينات من لبنان، يعني اكثر من جهه في مهتمه في هذا الموضوع الاموال المنهوبه. يعني شوف، هذا يحسب الحكومه. متابعه الحكومه للمبالغ اللي على فهد الرجعان والمطالب باسترداد هذا شيء رائع جدا. وعندما يعني تحصل الكويت حكم قضائي من البحرين المطالبات اللي على فهد الرجعان 100 مليون دولار، هذا شيء يسعدنا. وبعدين يعني الحكومة ترى رفعت قضايا في سويسرا وبريطانيا ضد الرجعان. إذن هناك نية صادقة لاسترداد الأموال. لأن العملية مو 100 مليون. المطالبات اللي طالوا فيها الكويت 875 مليون دولار. إذن هذه خطوة في الاتجاه الصحيح. خطوة في الاتجاه، يعني اللي وصلنا الحين 100 مليون، باقي 70 مليون دولار يفترض الكويت تحصلها الخزانة العامة.